القراءة دي هي قراءة فلكية لطاقات الكواكب اللي متأثر بيها حاليا برج الجوزاء. ايه هي الاختبارات اللي هتقابل برج الجوزاء في المرحلة دي وهتأثر عليه ازاي، وازاي تاخد بالك من الاختبارات دي وما تخليهاش تأثر على الطاقة بتاعتك وتعديها بسلام. فلكيا يا برج الجوزاء، انت في مرحلة تغيير شامل. عقلك نفسه هيتغير، حياتك بالكامل هتتغير. الفترة اللي جاية عليك الفترة دي هي فترة الطاقة بتاعتها مش طاقة عادية خالص بالنسبة لك، مش زي أي طاقة فاتت. ليه؟ لأن أنا شايفة إن في انتقالات فلكية قوية جدا بدأت إن هي بالفعل تضغط عليك. الانتقالات الفلكية والطاقات دي بتأثر على إيه عندك حاليا؟ بتأثر على طريقة تفكيرك وعلى علاقاتك المحيطة بيك وعلى القرارات اللي انت هتحدد بيها حاجات في حياتك. وكمان هتخليك أصلا طريقة تفكيرك بالنسبة لنفسك ولحياتك تختلف تماما. أول حاجة لازم تفهمها إن انت خلاص مش هتبقى نفس الشخص اللي انت كنت عليه قبل كده. أول طاقة أنت واقع تحت منها الفترة دي ومأثرة عليك جامد هي طاقة كوكب أورانوس. أورانوس في الجوزاء ده بداية الفوضى بالنسبة لك، بس هنا الفوضى دي جاية عشان تفوقك وتصحيك. أورانوس هنا بدأ إن هو فعلا يأثر على البرج بتاعك بطاقة قوية جدا. وأورانوس عندنا هو مش كوكب راحة، ده كوكب المفاجآت، التغيير، التحرر. كوكب خاص بالانقلابات المفاجئة. عشان كده الجوزاء الفترة دي هيبتدي يحس ان كل حاجة حوالين منه بتتغير بسرعة جدا. يعني ممكن يظهر لك ده في الواقع ازاي؟ تلاقي اشخاص بيختفوا فجأة من حياتك، اشخاص بتتغير عليك فجأة. خطط معينة او طرق معينة انت راسم ان انت تمشي فيها، تلاقي فجأة الطريق اتغير تماما. في قرارات هتظهر لك ولازم هتاخدها بشكل مفاجئ. عندك رغبة داخلية دفينة جدا ان انت تغير حياتك بالكامل، طاقة انت واقع تحت تأثيرها بشكل كبير. كأن انت بالظبط روحك خلاص مش قادرة تتحمل الحياة والروتين القديم اللي انت كنت عايش فيه. وده هيكون اول اختبار ليك من طاقة كوكب اورانوس. انت بقى حياتك القديمة اللي انت اتعودت عليها دي هتكمل فيها زي ما هي، ولا هتسمع صوتك الداخلي وتغير الحاجات دي فطاقة التغيير تخش عندك وتعدي من الاختبار ده. اورانوس هيخليك تحس ان في حاجة داخلية جواك، طاقة كده مكتفاك مأيداك زي اللي مربوط بسلاسل. هتحس ان انت في حاجة جواك عايزة تتحرر، حاجة ضغطة عليك نفسك ان هي تطلع من جواك وتتحرر. احساس ان انت مضغوط، ان انت متكلبش. لو انت فهمت الاختبار ده صح وسمعت لصوتك الداخلي وعديت الاختبار ده بسلام، هتلاقي ان انت اتغيرت كليا شخصا وموضوعا. هتلاقي ان انت اتحررت من علاقات ومن اماكن انت كنت بتتواجد فيها بتستنزف الطاقة بتاعتك. هتلاقي نفسك بقى عندك وعي وادراك بشكل اوسع، ابتدى يجيلك الهامات واشياء جديدة مبتكرة. لكن لو انت بقى وقفت في وش التغيير ده وقاومته، هتبتدي تحس بتوتر، هتبتدي تحس ان الطاقة بتاعتك نفسها مشتتة، وهتلاقي فوضى داخلية بشكل كبير جدا بتتملكك وتتملك الطاقة بتاعتك. يبقى ده أول درس أنت محتاج إن أنت تتعلمه، إن أنت ما تقاومش التغيير، اقبل التغيير وامشي وخليك مرن وامشي مع الطاقات الجديدة. تاني طاقة هتكون ضغطة عليك جدا يا برج الجوزاء في الفترة دي هي طاقة كوكب زحل. زحل في الحمل، ده خلاص وقت الجد ووقت المسؤولية. يعني ايه؟ يعني زحل هنا عايزك ان انت تاخد نفسك وتاخد حياتك بجدية وبوضوح. زحل هو كوكب المسؤولية وكوكب طاقته طاقة تقيلة. عشان كده هتلاقي نفسك الفترة دي بتتحط قدام اختبارات ولازم تاخد قرارات مهمة. هتلاقي نفسك بتعيد ترتيب خطوات معينة في حياتك، بتعيد ترتيب مستقبلك. هتلاقي ان انت في اختبارات تجاه علاقات معينة وهتتحط قدام أمر حاسم. يا إما تسيب العلاقة دي تستهلكك وتفضل تكرر نفس العلاقة مع نفس الشخص أو مع أشخاص تانية بنفس الطريقة اللي بتستهلك الطاقة بتاعتك، يا إما تقرر إن أنت تقطع العلاقة دي اللي بتاخد وقتك وبتاخد طاقتك وبتستهلكك وتستنزفك. هنا بقى لما أنت تقطع العلاقة دي، التكرار
هيقف معاك، وتبقى انت هنا فهمت الدرس كويس، ان انت المطلوب منك ان انت تحمي الطاقة بتاعتك، وان انت توجهها لبناء اشياء في المستقبل بتاعك، وان انت تشوف الخطة الناجحة اللي توصلك لأهدافك. تاني اختبار زحل هيحطك فيه هو: هل انت هنا هتفضل مشتت والطاقة بتاعتك مشتتة، ولا انت هتختار طريق واضح ومحدد وتمشي فيه؟ انت كبرج جوزاء بطبيعتك بتحب التغيير، وبتحب ان انت تجرب حاجات كتيرة، وبتحب ان انت دايما يبقى فيه اوبشنز قدامك. لكن هنا زحل جاي علشان يحطك في حتة ضيقة قوي، اللي هو تسأل نفسك سؤال كده واضح: انا رايح على فين؟ انا هوصل لايه في الاخر؟ انا حاسس ان الطرق كلها مقفولة قدامي دلوقتي. لو انت فهمت الدرس وعديت من الاختبار ده صح، هتلاقي نفسك بعديها شخصية مستقرة جدا. هتحس ان انت فعلا بتحقق او بتبني حاجات حقيقية في حياتك. هتلاقي نفسك بقيت اكتر نضجا، وهتلاقي نفسك واضح جدا مع نفسك، وفاهم بالظبط انت بتحط رجلك فين، وايه الطريق اللي انا محتاجة امشي فيه عشان اوصل لهدفي. ان انت تعدي من الاختبار بتاع طاقة زحل ده بنجاح، معناها ان في مسار معين هيبتدي يتفتح ليك. يمكن يكون مسار مهني، مسار ليك انت شخصيا بشخصية جديدة، شخصية قوية. طب لو انا بقى هربت من المسؤولية اللي بيحطها عليا زحل دي، او باللي انا هقابله بالاختبار ده، ايه اللي انت هتحسه؟ هتحس ان انت ضيعت وقت كتير، وان انت مش واقف على ارض صلبة، وان انت عمال تدور في نفس الدايرة وتكررها، ان الحياة كلها روتين وملل ومفيش ولا خطوة لقدام. فخد بالك قوي من طاقة زحل، لان زحل زي ما قلت لك هي طاقته طاقة تقيلة. طب لما نبص بقى على تالت طاقة مأثرة عليك في الفترة دي، هنلاقي نبتون في الحمل. نبتون بيفتح جواك حاجات جديدة، بيفتح جواك خيال أوسع، بيفتح جواك حدث أقوى. بيخليك تحلم الفترة دي بأحلام كتيرة، بيخلي روحانياتك نفسها تختلف. بس المشكلة إن هنا نبتون بيخلي الإنسان أحيانا يكون خيالي زيادة عن اللزوم. يعني انت بتشوف الحاجة اللي انت عايز تشوفها وبس، وعشان كده ممكن تلاقي نفسك مثلا متعلق بشخص معين وعلاقتك بيه مش واضحة، او عايش جوه حلم معين بتخيلات معينة ملهوش اي علاقة بأرض الواقع، او عندك يعني زي وهم كده ان انت خالط بين الحقيقة وبين الرغبة اللي انت عايز توصل لها. فهنا في اللحظة دي انت بتتحط قدام اختبار قوي جدا: هل انت اللي انت شايفه دلوقتي وعايش فيه هو الحقيقة، ولا ده اللي انت بس بتتمناه والواقع عكس كده؟ الفترة اللي جاية بالنسبة لك، لان انت واقع تحت الطاقة دي، هتكتشف حقائق كتير، هتتصدم وتشوف ناس حوالين منك تعرف ان هما ما كانوش صادقين معاك. هتعرف كويس مين اللي صادق معاك ومين اللي بيخدعك. وهنا اختبارك هيكون بالأخص في جانب العلاقات العاطفية. فلو انت فهمت الدرس اللي الطاقة ده جاية تعلمهولك او الاختبار وعديت منه بنجاح، فانت هتكون شخص اكثر وعيا، وهيكون عندك قوة عاطفية بشكل اقوى مضاعف بشكل كبير. وبعد كده حدثك الداخلي نفسه هيكون حقيقي جدا وعميق وعالي. طب لو انت بقى قررت ان انت تهرب، وان الجانب الاوهام عندك يطغو على جانب الحقيقة، هتلاقي نفسك بتصطدم بمواقف وبحاجات تحصل لك تحسسك بخيبة الأمل من الأشخاص اللي موجودين حوالين منك، وتلاقي أشخاص معينة بعينها بتبتدي تتعلق بيها أكتر، بس تعلق متعب جدا بالنسبة لك. وكل ما هتتعلق بيهم كل ما هيبعدوا عنك ويعلقوك أكتر. فخد بالك من الاختبار ده، لأن الاختبار ده حرفيا هيدمر لك الطاقة بتاعتك لو انت ما فهمتوش وعديت منه صح. لما نبص عندك بقى على بلوتو في الدلو، فهنلاقي ان هنا طاقة بلوتو بتعمل لك تغيير كامل لعقلك. دلوقتي طاقة بلوتو شغالة عليك عشان تغير في الداخل بتاعك حاجات عميقة جدا من طريقة تفكيرك نفسها. انت هتلاحظ الفترة اللي انت موجود فيها دلوقتي دي، او بدأت تلاحظ فعلا ان انت تفكيرك نفسه ابتدى يتغير. يعني ممكن تكون كنت بتؤمن بحاجات معينة دلوقتي ما بقتش تقتنع بيها، او بدأت الافكار اللي بتجيلك في دماغك او افكار الناس حوالين منك اللي انت بتسمعها تلمع كده في دماغك. بدأت تفكر: هي الحاجات دي بالنسبة لي مقنعة ولا لا؟ هي الحاجات دي يعني بدأ عقلك يشتغل ان الحاجات دي بجد حقيقية، ولا ممكن تكون دي معتقدات خاطئة؟
وهنا بقى انت في الفترة دي هتبتدي ان انت تتعلم حاجات جديدة، تبتدي ان انت تدخل مجالات مختلفة طبقا لتغيير تفكيرك. انت في الفترة دي طبقا للطاقة اللي انت واقع عليها دي هتلاقي نفسك بتشوف الحياة من زاوية جديدة تماما. هتلاقي نفسك بتقتنع بحاجات ما كنتش بتقتنع بيها الفترة اللي فاتت. ممكن تغير في ستايل لبسك، ممكن تعمل حاجة انت كنت قبل كده بتنتقدها. في تغيير شامل لتفكيرك، ونتيجة لتغيير تفكيرك ده في تغيير كبير في حياتك. بس خد بالك بقى من نقطة مهمة جدا. هل التفكير اللي انت هتسيب نفسك ليه هيكون تفكير ايجابي، فالواقع بتاعك هيكون افضل بكتير وهتشوف فرص وحاجات حلوة، ولا انت هترمي نفسك جوه التفكير السلبي فالواقع بتاعك يتعرقل وتلاقي امورك ملخبطة وشغلك متعطل وامورك العاطفية بايظة وهكذا؟ هنا نقطة تركيز لازم تركز عليها كويس جدا، وهي افكارك. انا دلوقتي بدأت ان انا احط تفكيري على انهي نقطة بالظبط، النقطة الايجابية ولا النقطة السلبية؟ وده اخر اختبار انت بتمر بيه فلكيا. هل انت عندك الشجاعة ان انت تكون شخص مختلف وان انت تغير من معتقداتك فعلا عشان حياتك تتحسن وتتغير للأفضل؟ لان هنا مشكلتك الأساسية مش هتكون في التغيير، مشكلتك الأساسية في نقطة الراحة بتاعت عقلك ونفسك. هل انت هتقبل بالتغيير وتكون شجاع وتخش بقلب جامد وتتغير فحياتك كلها تتغير للأفضل، ولا انت هيكون عندك خوف الإنسان، محبة ان انت تفضل في السيف زون، ان انا على طول موجود في منطقة الامان، ان انا خايف اخسر النسخة القديمة من نفسي حتى لو النسخة دي تعباني، بس هي دي بالنسبة لي وبالنسبة لعقلي منطقة الامان بتاعتي. وهنا لما انت تجرب او تقرر ان انا هتغير فعلا وتواكب التغيير هتبتدي تحصل لك حاجات معرقلة. ليه؟ لان هنا اي تغيير يخرجك من منطقة الامان اللي انت شايف نفسك فيها او اللي عقلك شايف ان هي دي منطقة الامان اللي انا متبرمج عليها، فهيبتدي يظهر لك معرقلات عشان ترجعك لنفس نقطة الامان دي، حتى لو كانت نقطة الامان دي هي شيء سلبي بالنسبة لك. فخد بالك قوي يا برج الجوزاء من الفترة دي ومن طاقتها. لازم تتصرف بوعي وبعيون مفتحة وتكون عارف بالظبط انت بتحط رجلك فين وبتعمل ايه، لان انت عندك اختبارات كتير زي ما قلت لك في القراءة الطاقية دي. لو عديت الاختبارات دي بنجاح هتشوف من نفسك بقية السنة نسخة جديدة تماما. لو فشلت فيها فهتكرر ده على مدار سنين جاية كتير. يعني أنا لما أحلل الفترة الفلكية القادمة بالنسبة لك كمجمل يا برج الجوزاء أقدر أقولك إن أنت عندك 3 حاجات. أول حاجة تغيير شامل لطريقة تفكيرك ولستايل حياتك عموما. التغيير ده هو تغيير قوي جدا، ما تحاولش ان انت تقاومه، خش وغير وجرب ان انت تغير حاجات كتير في حياتك، هتلاقي نفسك سعيد ومبسوط وهتلاقي الواقع نفسه بدأ ان هو يتحرك. عندك كشف الحقائق بشكل كبير، صدمات في ناس حوالين منك واشخاص حوالين منك ما كنتش تفتكر ابدا ان هي دي نواياهم تجاهك. عندك قرارات مفاجأة هتضطر ان انت تاخدها وتغيير لمسارات معينة وطرق انت محددها لنفسك. هيحصل لك حاجات تجبرك ان انت تغير المسار ده بشكل اجباري. بس عايزة اقولك ان كل الطاقات اللي انا ذكرتها لك دي هي مش جاية ضدك، دي مجرد اختبارات. لو انت نجحت فيها هتخرج من المرحلة اللي انت بقالك كتير واقف فيها وطاقتك واقفة فيها. فشغل دماغك وركز على الاختبارات دي كويس، ولما يقابلك موقف معين ما تتسرعش وتنفعل وتاخد اي رد فعل قبل ما تراجع نفسك. الموقف ده حصل لي ليه، وانا واقع تحت انهي طاقة دلوقتي، والمفروض اتعامل معاه ازاي عشان اعدي الاختبار ده بنجاح واخلي الطاقة بتاعتي تكون في حالة انطلاق، ما جمدش الطاقة بتاعتي واعمل فيها بلوكات طاقية. يبقى انت المطلوب منك في الفترة دي يا برج الجوزاء ايه بالظبط؟ اول حاجة خليك مرن وما تقاومش اي تغيير يجيلك. اي تغيير يجيلك ارضى بيه وامشي مع الموجة. لما تمشي مع الموجة الموجة هتشيلك، لكن لو مشيت ضد الموجة انت هتغرق لا محالة. تاني حاجة لما تلاقي طريق قدامك اتقفل وتغيير مسار إجباري ما تهربش من إن أنت تاخد قرار جريء بتغيير الخطة اللي أنت حاططها. تالت نقطة وأهم نقطة عندي إن أنت تراقب الأشخاص اللي حوالين منك وما تديش أمان لحد.
خلي بالك من الأشخاص اللي موجودين حوالين منك الفترة دي، انت هتتصدم بحقائق لأشخاص حوالين منك ما كنتش تتوقع أبدا منهم النوايا السيئة اللي جواهم ليك. ورابع نصيحة أقدر أقولك إن أنت تعملها هي إن أنت تسمع نفسك بصدق. اسمع حدثك الداخلي، اشتغل على نقطة حدثك الداخلي. الفترة دي كويسة جدا إن أنت ترفع من حدثك الداخلي. حدثك هو البوصلة الداخلية بتاعتك. لو أنت اشتغلت على النقطة دي وركزت عليها الفترة دي، بعد كده هتقدر إن أنت تستشعر الطاقات من حوالين منك من غير ما الشخص اللي قدامك يتكلم. انت يا برج الجوزاء الفترة دي حياتك بالكامل هتتغير. افهم الرسالة من الطاقة الحالية، ما تقاومش التغيير، امشي مع التغيير، امشي مع الموجة، هتلاقي حياتك راحت للأفضل. عاند وقف مكانك وما تفهمش الاختبارات وافشل فيها، هتلاقي نفسك محبوس جوه نفس الدايرة عمال تلف، وهتكرر نفس الدروس، وهتلاقي الدنيا ضلمت قدامك جدا وكل الأبواب اتقفلت. طاقات معرقلة ليك بقى في العلاقات العاطفية هتعرقل الطاقة بتاعتك، زي مثلا علاقة عاطفية ما فيهاش صراحة، ما فيهاش وضوح، يعني علاقة عاطفية فيها غموض او عدم مصارحه لحد دلوقتي. العلاقه دي لو استمرت، او طاقه العلاقه دي لو استمرت معاك اكتر من كده، ليها تاثير كبير على الطاقه بتاعتك. وشايفه كمان طاقه ايجابيه جدا لبرج الجوزاء في العلاقات اللي فيها خطوه ايجابيه او خطوه جديه الفتره دي، خطوبه او زواج. العلاقه دي هتطور من طاقتك بشكل كبير. العلاقه دي هيكون فيها اكتشاف لجوانب جديده، هيكون فيها سفر، هيكون فيها حاجات كتير قوي هترفع من طاقتك، وهترفع من الوضع الحالي بتاعك. بالنسبة لجانب المال عندك، فهتلاقي ان في طاقات البعض منكم واقع تحتيها الفترة دي، زي ان هو هيعمل مشروع جديد، والمشروع ده هيجلب ليه رضا داخلي، يعني حاجة هو عنده شغف فيها، فهيبتدي ان هو ياخد خطوة تجاهها ويعمل بيها مشروع، والمشروع ده من نجاحه فيه هيحس برضا داخلي. بس هنا في نقطة مهمة، ان النجاح هنا او طاقة النجاح مرتبطة عندك بايه يا برج الجوزاء؟ مرتبطة بان انت تتبع قلبك، مرتبطة بان انت تتبع شغفك. هي دي نقطة الانطلاق اللي هتاخد الطاقة بتاعتك للجانب الايجابي وتحقق لك النجاحات. شايفة ان في طاقة تقيلة كانت موجودة عندك هتنتهي الفترة دي يا برج الجوزاء. ممكن تبقى بقى خلافات، امر مثلا قضائي، الله اعلى واعلم. بس شايفة ان انت عندك حتى في البيئة المهنية بتاعتك او في طاقة العمل تغيرات سريعة هتحصل لك، وده برضو ناتج عن الطاقات اللي انت واقع تحتيها الفترة دي. هتلاقي حاجات كتير بتتغير في حياتك بسرعة، والبعض منكم هيلقط فرص، في فرص قدام برج الجوزاء هتظهر له كتير جدا الفترة دي. الشخص اللي بيجتاز الاختبارات بنجاح وواعي وصاحي هيلقط فرص كتير، بس الفرص دي هتيجي قدام منك سريعة ورا بعض، هتحتاج ان انت بسرعة تلقطها وتستغلها. لو انت بقى كبرج جوزاء لقيت نفسك حياتك واقفة والدايرة بتاعتك مقفولة وكل أبواب الرزق والنجاح مقفولة في وشك، فاعرف ان هنا في جوانب جوه منك مش واضحة، حاجات في العمق بتاعك محتاج ان انت تستكشفها وتشتغل عليها وتحررها. في خلل موجود جواك عامل لك بلوكات طاقية في الطاقة بتاعتك. فانت هنا محتاج حاجتين، محتاج ان انت تبحث في الداخل بتاعك، وان الطاقة بتاعتك نفسها تكون طاقة هادية. وبالاخص لو انت الابواب كلها مقفوله قدامك، تأنى قوي في ان انت تاخد اي خطوات كبيره في اتجاه مستقبلك او في اتجاه حياتك. وخلي دايما حدثك الداخلي هو البوصله الداخليه بتاعتك اللي توجهك اعمل ايه وما اعملش ايه. انت هنا بالمجمل يا برج الجوزاء حلك ومفتاحك في الوعي، وفي ان انت تكون حاضر وموجود وواعي كويس قوي انت بتتحط قدام مواقف عاملة ازاي، والمواقف دي جاية لك ليه، والاشخاص دي بتعمل معاك كده ليه، وايه الخطوات اللي انت ممكن تاخدها، وايه هو الصالح ليك، وايه اللي هيضر الطاقة بتاعتك. لو انت كنت في وعي وحضور، السنة دي هتكون سنة مختلفة عليك تماما، هتحقق فعلا انطلاقة طاقية. لو انت فضلت نايم ومغمض عينك ومش فاهم ده بيحصل لي ليه، وبتتعصب وبتتنرفز وبتتضايق ومش فاهم اي حاجة من حوالين منك، وليه الابواب بتتقفل قدامي، وفضلت مكمل في نفس الدايرة دي، لا تلوم الا نفسك. اي حد عنده استفسار يقدر ان هو يبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود
في البايو. ودلوقتي متاح ان انت تنضم لينا وتحجز مكانك في ورشة عمل معادلة تغيير الواقع. الورشة هتكون اونلاين عبر تطبيق تليجرام. تقدر ان انت تبعت على نفس الارقام وتحجز مكانك وتنضم لينا وتتعلم ازاي تغير الواقع بتاعك وتوصل للهدف اللي انت عايز توصله بسهولة وبيسر.